قصة تقشعر لها الأبدان، قصة حقيقية وليست من وحي الخيال. عائلة قد اشتهرت بالتدين بكل أفرادها بما فيها الأب والأم والأبناء والبنات. كانت ابنتهم تبلغ من العمر 21 عاما وهي الأكبر بين أخوتها وأخواتها. كانت هذه الفتاة تدرس بأفضل الجامعات في بلادها وتخصصها وهو الشريعة الإسلامية. وقدر الله وما شاء فعل، وماتت هذه الفتاة بسكتة قلبية بدون سابق إنذار. تقبلت عائلتها الأمر وكان موعد وفاته وهو الظهر، وقرروا أهلها أن يتم دفنها المغرب، فأكرم الميت دفنه. وبالفعل بعد أداء صلاة المغرب ذهبوا للمقبرة ودفنوا ابنتهم وعادوا إلى المنزل لاستقبال العزاء. وبعد ساعة من الوقت الذي عادوا فيه أحس الأب بتعب الشديد وطلب من ابنته الاعتذار للمعزين وأنه ذهب للنوم. وأثناء نومه قد حلم هذا الأب بابنته وهي تقول له: يا أبي ساعدني. صحي الأب وهو مفزوع من الحلم وتعوذ من الشيطان وعاد إلى نومه. وقد عاد له نفس الحلم وابنته